ده واحد من اقدم الكنفاني اللي موجود في القاهره الفاطميه. اول تسويه للكنافه كانت بالخشب. انا النهارده موجود عند كنفاني ابو خشبه او كنفاني الجمهوريه، هم الجيل الرابع في تسويه الكنافه اللي خدوها من اجدادهم. ده من اشهر الكنفاني اللي موجودين في مصر القديمه، وموجود في حي الضرب الاحمر. كنفاني ابو خشبه موجود من ايام الملك فاروق، يعني اكل جميع الاجيال كنافه. وهم فاتحين في شهر رمضان طول اليوم. وما تنساش تعمل فولو ولايك عشان نوصل 500,000 قبل العيد. وعايزك تسمع وتكمل بقيه حكايه ابو خشبه. عمري 65 سنة اشتغلت فيها وأنا طفل، وأول ما ابتديت أشتغل كنت أفتكر كنت صبي صغير. أول تسوية ليها الكنافة عرفت باسم التسوية بتاعتها، سويناها بالخشب. بعد كده الخشب كان بيدخن وكان بيتعب صدرنا. بعد كده تطورنا شوية عملناها بالفحم. بعد كده عملناها بالغاز، فيها كم مرحلة. بعد الجاز عملناها بالغاز. دي المراحل بتاعتها، يعني وارثين هنا المهنة دي.